السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم ابتسام، وقبل ما نبدأ الكلام نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا في الحر دوت ونشوف هنعمل ايه عشان الجو حر موت. والمفروض ان احنا بقى نعمل اي حاجة كده نطر شوية على قلبنا. احنا هنعمل النهاردة عصير بسيط وخفيف وجميل ولذيذ جدا هتموتوا فيه. احنا معانا حوالي نص كيلو من اللبن، وطبعا لو حابة تزودي اللبن براحتك خالص. ومعانا نعناع فريش اخضر، هتحطي شوية كده صغيرين كم ورقة منه. ومعانا حوالي 4 أو 5 ليمونات مقشرينهم، وهنحطوه في اللبن. وهنحطه معاهم كوباية السكر بتاعتنا، وزي ما انت عايزة السكر طبعا براحتك. ولو عندك كده حتتين تلج هتضيفيهم برضو. وكل ده هنضربه في الخلاط. اضربي بس مش قوي علشان ده ليمون ما يمررش منك. تمام، احنا مش عصرينه، عشان كده ممكن مع الضرب الكتير يمرر منك، فبلاش تضربيه كتير. وبعد ما خلصنا هنصفيه. وعايزه اقولك طعمه ولا اروع ولا اجمل من كده، حاجه كده تحفه. والله العظيم عيالي بيموتوا فيه وانا كمان بموت فيه. حاجه كده تحفه، تحفه بجد. والله لو جربتيه هتدعيلي. احنا كده صفيناه. تمام، تعالي بقى نفضيه كده مع بعض في كاس او كوبايه زي ما تحبي. ويلا كده نجرنشه كده هو بورقة النعناع. وبعد كده اشربيه ودوقيه بألف هنا وشفا، وان شاء الله هيعجبك وهتدعيلي. وشكله وطعمه حكاية، تحسي ان فوق كده من على الوش في وش كده عامل زي القشطة. حاجة تحفة. بصي شكله والله وطعمه ما اقولكيش عليه. يا ريت تجربيه وتقولي لي ان شاء الله طعمه كان عامل ازاي. ويا رب يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.